مرحبا بكم على قناة غرينتا دي زاد. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. أعلن نادي تيفينتي الهولندي اليوم الجمعة توصله لاتفاق مع نظيره من فينورد لانتقال نجمه الجزائري رامي الزروقي نحو متصدر الدوري الهولندي لهذا الموسم ابتداء من الصيف المقبل، وذلك عقب مفاوضات وشد وجذب استمر لحوالي عام كامل. ووصف الموقع الهولندي صفقة لاعب خط الوسط الجزائري بالجيدة لنادي فينورد الذي يقترب من حسم لقب الدوري الهولندي، فضلا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وكتب: قبل أسابيع قليلة عاد فينورد مرة أخرى لسباق التعاقد مع زروقي، وهذه المرة سارت المحادثات بشكل جيد وعلى نحو يرضي الأطراف الثلاثة، وتم الآن التوصل إلى اتفاق. ذكرت مصادر إعلامية بأن لاعب اتحاد العاصمة زين دين بلعيد سينتقل بنسبة كبيرة للعب بإحدى الدوريات الأوروبية خلال الموسم الكروي القادم، ويتواجد بلعيد محل اهتمام أندية فرنسية وبلجيكية تسعى بالظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. جدير بالذكر أن بلعيد يقدم مستويات أكثر من رائعة هذا الموسم رفقة فريقه اتحاد الجزائر خلال الموسم الكروي الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل ناديه لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. كشفت تقارير إعلامية أن لاعب نادي لوريان الحالي رومان فيفر قد يكون لاعبا جديدا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال فترة التوقف الدولي لشهر جوان المقبل. وأكدت نفس التقارير أن رومان فيفر بصدد تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المنتخب الجزائري في المستقبل القريب. ويقدم الجزائري الأصل رومان فيفر مستويات رائعة هذا الموسم بعدما قام نادي أولمبيك ليون بإعارته لنادي لوريان. أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح بيعبود أن متوسط ميدان النادي ميلان الإيطالي ياسين عدلي اختار تمثيل الجزائر رسميا، وأن مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي فضل عدم توجيه الدعوة إليه في الوقت الحالي بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها مع فريقه الإيطالي وتراجع مستواه. وقال صالح بيعبود في تصريحات لموقع دي زد نيوز الجزائري ونقلها موقع فوت ميركاتو مساء يوم الجمعة: ياسين عدلي اختار الجزائر، لقد أظهر اللاعب الكثير من الاهتمام والرغبة في الانضمام إلينا. وأضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجزائري قائلا: قد فضل جمال بالماضي تركه يركز مع ناديه لأن وضعه صعب، سوف ينضم إلينا عندما يستعيد مستواه. وواجه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثالثة من كأس إفريقيا للناشئين، وكان المنتخب الوطني الجزائري متأخر في النتيجة بهدف أمام منتخب الكونغو ليأتي بعدها المهاجم مسلم أنتوف ويعدل النتيجة في الدقيقة 74 ليعبر المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي ويواجه منتخب المغرب يوم الأربعاء القادم على الساعة 8 مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.